أنا اسمي هيلين. أنا أدمن بجروب اسمه جميلات روجافا. جروب جميلات روجافا اللي بلش من عام 2017. بلش بمجموعة على الفيسبوك، مجموعة نسائية بتتألف من أكثر من 55 ألف سيدة وصبية من داخل سوريا ومن خارج سوريا. الجروب بيتألف من نساء كرديات، عربيات، مسيحيات، بيشتغل على الأعمال والمساعدات الإنسانية. بكل مناسبة أو بكل حدث بيصير بالبلد بيكون لنا لجروبنا مبادرة خاصة أو خطوة خاصة. بكل عيد بيكون عنا توزيع للثياب للأطفال المحتاجين، للأطفال اليتامى. بكل رأس سنة بيكون عنا توزيع للهدايا بالمناطق الفقيرة. بكل رمضان بيكون عنا سلات غذائية. طبعا الخطوات اللي فينا نقول هي الأكبر اللي صارت بجروب جميلات روجافا كانت بالتزامن مع الأحداث اللي صارت بسريكانية. كان عنا حملات ضخمة لأهل سريكانية، سواء كانوا بالقامشلي، كان عنا حملة خاصة لأهل سريكانية اللي كانوا موجودين بالقامشلي. كان عنا حملة خاصة بأهالي سريكانية اللي موجودين بالمدارس الحسكة. هون بالمدارس، مدارس النازحين، كان عنا كمان كذا خطوة ومبادرة. توجهنا نحن كجروب جميلات روجافا لمخيم واشوكاني، وقدمنا كثير من المستلزمات الأساسية للأطفال، وكمان استهدفنا السيدات بالمستلزمات الأساسية لهم. آخر حملة لأهل سريكانية كانت المدافئ أو السخانات اللي جبنا لهم، كانت حوالي 150 سخانة. حاليا هلا عنا حملة خاصة بسبب ارتفاع الأسعار، طبعا بسبب ارتفاع الدولار اللي تزامن معه ارتفاع أسعار كتير كبير بالسلع الأساسية خصوصا. كان عنا مبادرة أو خطوة لنوعي التجار، لنوعي أصحاب الأموال، ليقوموا هن كمان بخطوات. عملنا مثلا، جبنا مواد أساسية، شغلات أساسية للأطفال، جبنا بسعر غالي، أعطينا بسعر كتير رخيص ورمزي للسوق، مشان نوعي هاي العالم إنه أنتم كمان فيكم تعملوا شيء، أنتم كمان فيكم تساعدوا أهلكم، ناسكم بهالأزمة، بهالوضع الصعب. هاي كانت فكرتنا. طبعا المبادرة مستمرة. قدمنا مثل ما قلت لك شغلة خاصة للأولاد، هلا عنا شغلة خاصة للعوائل عموما، تكون أكل أو طعام يعني. لسه عم نشتغل عم نسأل على الشغله الاساسيه اللي البيوت محتاجينها، وراح نشتغل على هذا الاساس. كلمتي الاخيره حابه اتوجه بالشكر لاعضاء جميلات روجافا، هدول السيدات او حتى البنات اللي عم يشتغلوا وعم يشيلوا من راتبهم، بيحبوا يتبرعوا لاهلهم لناسهم. هالسيدات اللي عم يحرموا اولادهم وعوائلهم، عم يقللوا من مصاريفهم لحتى لو بشغله بسيطه يساعدوا اهلهم اللي موجودين بروجافا. هون عم بحكي عن النساء والسيدات اللي عايشين برا، لانه كثير عم بيساعدونا هن كمان. كمان بتوجه لباقي السيدات انه هن كمان يبادروا، هن كمان يوقفوا، خاصه اللي امورهم الماديه منيحه، اللي بيقدروا يساعدوا الناس الاقل او الناس المحتاجين. هيك بنكون نحن كسيدات فينا نعمل شيء، نقدر سوا نعمل شيء. وبتمنى بالمستقبل كمان يكون عندنا مبادرات أقوى، ونكون عند حسن ظن الناس. شكرا لكم.